السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النشاط التحفه ده من الكرتون. دي علبه حلويات كانت عندي، وجبت قطعه من الكرتون، قصيت قطع صغيره زي دي كده، وبدات اثبتها في قلب الكرتونه من جوه عشان تبقى معايا جامده ما تبقاش طريه، وعلشان اخلي الحروف نظيفه وشكلها حلو لما تتغلف معايا. جبت التيب الاصفر وبدات اثبته على كل حروف الكرتونه من كل جنب. قصيت قطعه صغيره من ورق الكانسون الابيض وبدات اثبت الكرتونه عليها بالشكل ده، وبالقلم اخدت العلامات. هجيب المسطره وامشي على الخطوط عشان تبقى معايا مظبوطه. امان عليكم حبايبي، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك وتنوروني بالاشتراك وتكتبوا لي كومنت حلو زيكم كده. بعد كده هبدا اقص الزوايا زي ما حضراتكم شايفين. النشاط ده مطلوب لي سنه رابعه في المهارات المهنيه، فانا حبيت اشاركه معاكم لو حبيتوا تعملوه لاطفالكم. هبتدي اتني الاطراف بالشكل ده عشان لما اثبت الكرتونه تثبت معايا بشكل سليم. هثبت الدبل فيس على الكرتونه بالشكل ده، وهبدا اشيل الستيكر. وبعد كده هجيب الجزء اللي انا قصاه من ورق الكانسون الابيض وهبدا اثبته بالشكل ده. انا ثبت القاعده بالدبل فيس زي ما انتم شايفين. هبدا اثبت الجناب، بس هثبتها بالشمع عشان تبقى معايا اقوى. هحط حبه شمع صغيرين من كل جنب وهبدا اثبته بالشكل اللي انتم شايفينه. خلاص انا كده ثبتت كل الجناب، بقت معايا بالشكل ده. هبدا اثبت الجنب التاني من العلبه. قصيت جزء من الفوم الابيض على مقاس العلبه بالظبط. هبدا احط حبه شمع، هزود شمع كده عشان تثبت معايا حلو، وهبدا اثبته بالشكل ده من الجنب. احط حبه شمع في الجناب كده، وكمان نحط حبه شمع في القلب او نثبت بالدبل فيس علشان الفوم يثبت حلو. الجنب اللي ما حطيتش فيه في القلب شمع حسيته كده طالع عن العلبه، فانت ممكن تثبتوه بالدبل فيس لو مش هتحطوا الشمع. خلاص انا كده هحط حبه شمع في الجزء الاخير ده وهبدا اثبته بالشكل اللي انتوا شايفينه. علشان تروحي مكتبه تعملي مجسم زي ده بيقولك سعر، فبأي كرتونه موجوده عندك ممكن تستغليها وتعملي منها النشاط ده. خلاص انا غلفتها كلها بالشكل ده، في طرف زياده صغير هبدا اقصه، بقت معايا بالشكل الجميل ده. قصيت مثلث كده من الفوم جليتر الاحمر، او ممكن تعمليه بورق الكانسون، شكله كان واقعي اكتر يعني طبيعي اكتر من الورق الفوم، بس انتوا عارفين ان الاطفال بتحب ورق الفوم الملون اكتر، فثبت ورق الفوم. حطيت حبة شمع بالشكل ده وبدأت اثبت المثلث. وياريت الجزء الزيادة اللي في الجنب ده تقصوه، لانه في الاخر لما جيت اعمل الطرف بتاع العلبة بقى مضايقني شوية. الطرف ده تقصوه خالص، ما تثبتوش زي ما انا ثبته كده. هقص مثلث تاني من الفوم بالشكل ده. هبتدي احط حبة شمع وهبدأ اثبته في الطرف اللي في الاسفل، في اسفل العلبة، وهحاول على قد ما اقدر اثبته على طرف العلبة. خلاص انا كده ثبتهم، بقت معايا بالشكل الجميل ده. هبدأ بعد كده اجيب الرسمة دي. الرسمة دي انا طبعاها من موقع بنترست، دي ورقة عادية خالص هتتباع عند اي مكتبة. هجيب السولوتيب الشفاف وهبدأ اثبته فوق الرسمة واقص الزيادة عشان تحفظ معايا الرسمة ما تبوظش بسرعة. وهبدأ اقص السولوتيب اللي حوالين الرسمة. ولو حابة تعملي شكل التفاحة من الفوم هتقصي شكل التفاحة من الفوم عادي، بس شكلها كده يبقى طبيعي اكتر. انا طبعت 2، الرسمة الصغيرة دي وطبعة تفاحة كبيرة علشان حجم الكرتونة كبير، انا طبعت الشكل الكبير ده وثبت عليها الدبل فيس بالشكل ده. هبدأ اشيله كله وابدأ اثبتها كده على العلبة. شكلها بقى تحفة، بس لو استخدمت ورق الكانسون بدل الفوم الاحمر ده شكلها كان هيبقى طبيعي اكتر. وكمان انا كنت طبعا الاسم ده وثبت عليه الدبل فيس في الظهر. هبدأ اشيله واثبته على العلبة بالشكل ده.
الاجزاء دي لو عندك سوبر جلو ثبتها بالسوبر جلو احسن عشان تثبت اكتر. الدبل فيس بعد كده بيفك. وعندي الرسمة الصغيرة دي هبدأ اثبتها بالشكل ده، وكمان العلامة الصغيرة دي هبدأ اشيل الدبل فيس واثبتها كده من تحت خالص. خلاص انا كده ثبتت كل الاجزاء اللي انا عايزاها في وش العلبة. بقى شكل العلبة تحفة. وعلشان اغلف الجزء اللي من فوق عشان يبقى شكلها طبيعي واعمل كمان غطا العلبة، هبتدي اقص جزء من الفوم الاحمر على مقاس العلبة من فوق بالشكل ده، بس هيبقى فيه زيادة من الجناب انا هحتاجها. هتشوفوا انا هعمل بيها ايه دلوقتي. هبدأ احط حبة شمع حلوين وهثبت جزء الفوم الاحمر اللي انا قصيته. هثبت الفوم واحاول اسيب الطرفين يبقوا بالتساوي، انا عايزاهم قد بعض بالظبط. هبتدي اقص الاطراف بالشكل ده عشان اعرف اثبتها. بعد ما قصيت الاربع جناب هبتدي اتني الحروف واحاول اظبطها واثبتها بالشمع. هتني الطرف بالشكل اللي انتوا شايفينه واحط حبة شمع وهبدأ اثبتها كده. وكمان الجنب التاني هبدأ اتنيه واحط حبة شمع واثبته برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه. ده الجزء الاحمر ده انا قلت لكم ممكن تقصوه خالص عشان كان مضايقني انا وبثبت الطرف ده. بعد كده هجيب شريطة من الفوم الابيض واحط حبة شمع صغيرين. الشريط ده حوالي نص سنتي وبطول الجزء ده هبدأ اثبتها كده وكأن ده الجزء المتبرشمة منه العلبة. انا حاولت على قد ما قدرت ابين تفاصيل العلبة عشان تبقى شكلها زي الطبيعي بالظبط. بعد كده جبت غطا الازازة ده وبدأت اثبت عليه جزء من الفوم الاخضر. ده غطا ازازة مية، ممكن غطا ازازة حاجة ساقعة. غلفته كله من الجناب. هجيب قطعة من الفوم الاخضر وهبدأ اثبتها كده في غطا الازازة من فوق واقص الزيادة. وكمان هغلف الجنب التاني بالشكل اللي انتوا شايفينه. هحط حبة شمع حلوين وهبدأ اثبتها في اي طرف من طرف الازازة. خلاص انا كده خلصتها، بقت معايا بالشكل الجميل ده. بقت قمر قمر قمر. يا رب تكون عجبتكم ويكون الفيديو خفيف على قلبكم واستفدتوا منه بأي حاجة. انا عاملة افكار كتيرة في القناة، يا ريت تاخدوا لفة وتقولوا لي رأيكم لانه يهمني. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.